صباح الخير يا ماما. صباح الفل. صح النوم. ايه بتعملي ايه؟ بعمل لكم الفطار. طب كويس احسن انا جعانه قوي. يلا ودي البيض على السفره لحد ما اجيب الشاي بلبن. بيض وشاي بلبن؟ ايه اللي حضرتك بتقوليه ده؟ هو ده الفطار؟ مش عاجبك البيض ولا الشاي بلبن؟ امال تحب اجيب لك ايه اسمهم فماه؟ فين الكبده؟ فين الفته؟ فين الرقاق؟ فين حالك؟ ايه انت قايمه من عيا ولا عاملين فرح 7 ليالي؟ احنا مش العيد الكبير يا حبيبتي، مش عيد لحمه ده على اساس انك كنت شايفه الخروف مربوط في عش العماره. مش وحده وطنيه يا ماما. ماشي على عيني وعلى راسي وحبايبنا وكل حاجه ونشاركهم، بس ما ينفعش غير ان احنا نفطر كبده. ماليش دعوه، انا عايزه افطر زي صحاب. انا مش ناقصه. انا عامله المراره سيبيني في حالي. شوفي لنا اي حاجه شوحها لنا كده من الحاجات دي، شويه حواوشي كده، حاجه خفيفه يعني. طب خلاص ودي بس الحاجه على السفره وافطري، وانا هعمل لك بقى مفاجاه على الغدا هتعجبك قوي بجد يا ماما. عيب. ماشي حس كده بقى هفطر اي حاجه، فطرين على ذوقك ونتغدى على ذوقي. يلا بس اوعي. ماشي. تعملي ايه يا كنت؟ بجهز الشوايه وهروح اجيب الفحم بسرعه لحد ما حضرتك بقى تخلصي ايه التتبيله والحاجات اللي انت بتعمليها دي. شوايه عشان نشوي عيد يعني، شوي ومعروف. شوايه ايه وشوي ايه؟ هو انا قلت هنشوي؟ انا قلت هنشوي على الغدا؟ هي دي محتاجه قواله ماما، هي دي محتاجه قواله. حضرتك عارفاني نبيهه يعني. لا نبيهه قوي بصراحه فعلا. انا مش عارفه اودي فين النباهه. انا قلت بعملها لك مفاجاه واشيل من عليك التعب الاولاني ده. انا هظبط الفحم وكل حاجه، وبعدين حضرتك قلتي لي في مفاجاه، يبقى ايه؟ تعرفي تخشي جوه دقيقتين الاقيكي سابه اللي بتعمليه ده وتجيلي جوه. يعني ايه؟ يعني مش هنشوي؟ لا بقى ده انت حد مسلطك عليا بقى. يلا ادينا دخلنا اهو. ممكن اعرف بقى حضرتك عامله لنا اكل ايه؟ عامله لكم بقى صينيه بطاطس بالوراك. هتشوفي حلاوه امك في الصينيه دي. يلا هسخن العيش. وراك يعني عيد لحمه حضرتك عامله لنا وراك؟ يعني حتى مش فرخه كده سليمه انا عاملها معامله الخروف، لا ده وراك. يا بنت انت هتجلطيني. طب قولي الحمد لله، غيرك مش لاقي. الحمد لله يا ستي ما قلتش حاجه. خلاص ما تتغديش اهو وفرتي برضه. خشي بقى في الصيام على كده، مش لازم تاكلي حاجه، وبعدين كلهم حاجه ب30 يوم يعني، حاجه بسيطه. بلاش بقى، خليكي مستنيه الخروف. وعلى ايه خلاص اروح اجيب الاطباق. واللي في ايدك ده جبت رقاق ايه؟ هفت في الوراك انا حره. البت خلاص. العيال كبرت بحبها قوي. ماما عايزه ايه؟ شوفي لي معاكي بس ايه فلوس النازله. يلا عندك في البوك جوه. اخد كام طيب؟ هتلاقي 50 جنيه خديها. ايه 50 جنيه يا ماما؟ مالها دي؟ تكفي سينما ولا ملاهي ولا اكله ماما؟ ولا تكفي ايه بالظبط؟ وانت لازم يعني تروحي كل دول في يوم واحد؟ يوم واحد طبعا. مش خارجه مع اصحابي في العيد؟ الله يرحم ايامنا، ده احنا كنا يوم ما نقول يا خروج بنطلع البلكونه. يا ماما ده على ايام حضرتك، مفيش الكلام ده دلوقتي. الناس كلها بتخرج وتتفسح. عيد بقى. عندك حق. وبعدين حضرتك ما ادتنيش عيديه اصلا، مش كفايه يا بنت؟ احنا عيدنا لسه خلصان ما بقالوش شهرين. بصراحه مش حاسه بالعيد خالص باللي حضرتك بتعمليه ده. ازاي ما حسسكيش بالعيد والعيديه؟ صح يعني انت عايزه تحسي بالعيد يعني؟ بصراحه يعني العيديه هي اللي هتحسسك بالعيد. يلا لا مش العيديه بس، ده انت فايتك حاجات كتيره قوي ممكن تحسسك بالعيد. نكمل اول يعني يا ماما. حس كده بقى اما اقوم احسسك بالعيد بقى. الكنس يا حبيبتي ونظافه البيت والترويق عيد. حاضر. تغيير الملايات يا حبيبتي وتنزيل الستاير وغسيلها وتركيبها عيد. صح. امال تحسي لوحدك؟ انا عايزه احس برضه. اوعي حالا. تمام كده مروحه؟ مش عجباني دي، مش نظافه عيد دي. لا ماشي. كنت بقول لحضرتك ان انا الوراك على قلبي زي العسل واني مش عايزه عاديه. انجزي بقى نفسك، خلصي. مش هتقعدي في الشباك ساعه عشان تلحقي السينما والملاهي والاكل اللي وراكي. ما انت عارفه بقى العيد لازم نعمل كل حاجه في يوم واحد. انا خلصت كل حاجه طلبتيه، والنيش لو ما عجبنيش مش هديكي بقشيش. قصدي عيديه.